شق اللفت تطلع ما بدنا في طربوق الحبق يعني. إيه لا بس نحن عم نقصد اذا عريض ولا لا، ما عم نقصد الحلق. والله لنشوف. لا ما مبين اذا اجابه عرفتي بيكون نص بنص على كل حال. الله يخليني لامي يعني بس. اذا كان هيك على ذمه دراسه علميه نفسيه فانت اكثر انانيه من غيرك. ما بعرف اذا هيدا الشيء واضح. اعوذ بالله. ولكن الاهم في هذا البحث العلمي ان الرجال ذوي الوجوه العريضه هم من افضل رجال الاعمال ويقودون شركاتهم الى النجاح. وصفوهم بالعدوانيين والمخادعين وغير الجديرين بالثقة، صفة جديدة تنضم إلى صفات أصحاب الوجوه العريضة ألا وهي الأنانية، حيث وجد باحثون من جامعة كاليفورنيا أن الرجال أصحاب الوجوه العريضة والقصيرة هم أكثر أنانية بشكل ملحوظ عند تعاملهم مع الشريك. لكن الجدير بالذكر أن أصحاب الوجوه العريضة والقصيرة على علاتهم ناجحون في حياتهم العملية. فالخبراء وجدوا أن الرجال أصحاب الوجوه العريضة عند توليهم منصبا قياديا في عملهم فإن ذلك يؤدي إلى نجاح شركاتهم ماليا مقارنة بأصحاب الوجوه الرفيعة. الدراسة حللت صور 55 مديرا تنفيذيا لأكبر الشركات المالية في العالم، قارن فيها الباحثون نسبة وجه المدير إلى الأرباح التي تعود على شركاتهم. النتيجة كانت كلما كان وجه المدير عريضا كان أكثر نجاحا، وربما يعود السر إلى عدوانيته في تعامله أو أنانيته. هالة قنديل، العربية.